بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Good evening, good afternoon أو good night للناس اللي خلاص بتنام بدري، اللي زي حالاتي كده. يا رب تكونوا بألف خير يا رب. طيب نستنى بس كده نشوف الناس. يعني خلينا بسم الله الرحمن الرحيم. هل الدنيا كده تمام ولا ايه بالظبط؟ يا ريت لو الصوت واضح يا ريت تعرفني. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو سمعني بشكل كويس يعني تقدر تقول لا اله الا الله. ماشي. لو الصوت واضح يا حبايبنا يا ريت تعرفوني كده قبل ما نبدا السيشن او اللايف بتاع النهارده. اللايف بتاع النهارده حاجه جميله قوي قوي، ان شاء الله هتلاقوا الدنيا فيها مفيده ويا رب يتقبل يا رب. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. لو الصوت واضح اكتب الصوت واضح بعد اذنك. طيب good evening everyone. انا يعني ان شاء الله اظن ان الدنيا كده واضحة. خليني كده ايه سريعا اعرفكم بنفسي. This is Yusuf. I've been teaching English for almost a decade of my life. I've been teaching for ثانوية عامة, American diploma, for the East, digital SAT, ACT and some other stuff. كنت عملت لونتشنج قريب لللايف فيديوز، وقلت يمكن يعني حد يستفيد ان شاء الله يعني. فقلت ان احنا اللايف فيديوز دي هنتكلم عن موضوعات مختلفة تخص الانجليش بما ان ده مجال تخصصي في الاول. اتكلمنا عن الجرامر، ليه الناس تدرس قواعد، ليه الناس تدرس برضو فوكابز، مين الافضل فيهم. اتكلمنا عن الانجليش عموما وازاي تحدد مستواك اللي هو البليسمنت تيست. اتكلمنا برضو عن ازاي انمي مهاراتي في اللغة الانجليزية. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن البرونانسيشن. في بعض الناس يعني البرونانسيشن اللي هو النطق نفسه، وهنتكلم عن الاكسنت وايهما اهم. عايزين نعرف النهارده ان شاء الله ايهما اهم. طيب زي الفل. الباشمهندس عبد البديع بيقول لنا اولا كل سنه وانت طيب يا حبيبي، يا رب تكون بالف خير. النطق بالتاكيد اكيد بنشوف الهنود كيف بيتكلموا، ولكن المعنى بيصل في الاخر. كلامك يحترم جدا، ولكن خليك معايا في اللايف واحده بواحده ان شاء الله تستفيد افكار تاني جديده. ف today we are going to talk about a very important live session او live فيديو عن ايهما افضل، هل البرونانسيشن ولا الاكسنت. خليني بس انور النور ده. يلا يا حبايبنا كده الرؤية واضحة. بسم الله. today النهاردة هنتكلم عن 3 حاجات. بتلاقي بعض الناس يقولوا water، وتلاقي بعض الناس يقولوا water، وتلاقي بعض الناس يقولوا water. طيب ايهما افضل في النطق؟ وايهما اصح؟ هل water ولا water ولا ووتر؟ ايهما اصح في النطق؟ يا ريت الناس تكتب في التعليقات ايهما اصح في النطق. هل زي ما اتكلمنا كده وودر ولا ووتر ولا ووتر؟ تمام جدا.
يبقى احنا عندنا الاولى والثانيه هما الاصح كنطق هما الاصح. الثالثه دي مش موجوده اصلا كنطق. طب ايه الفرق ما بين الاولى والثانيه؟ يعني بعض الناس بتلاقيها تقول لك water، وبعض الناس يقول لك water. طيب ايه الفرق ما بينهم؟ الاولى دي بتتنطق ايه والثانيه دي بتتنطق ايه؟ يعني مثلا احنا عندنا يو كي وعندنا استراليان وعندنا نورث امريكا وعندنا الايجيبشن اكسنت مش عارف ايه الكلام ده يتصنف فين بقى؟ اول واحده دي هل هي بريتش ولا امريكان؟ لما انا اقول water زي الفل صح كده. طيب والثانيه water UK ممتاز زي الفل. يا ريت الناس كلها تشارك معانا بحيث ان الاستفاده تتم للناس اللي بتتابع التعليقات. ربنا يا رب يكلل المجهود ده ويصلح الحال. فاحنا عندنا 2 النطق بتاعهم صح، والتالتة دي النطق بتاعها غلط. تمام كده؟ يبقى انا لما اقول water او ان انا اقول water دول كنطق صح. الاختلاف بس في حاجه اسمها الاكسنت، اللهجه اللي بيطلع بيها الكلام. نفس الكلام ده عندنا في العربي بالظبط. لما انا اقول لك اقعد وان انا اقول لك اقعد، لكن ما ينفعش اقول اقعد، لا انت كده بتستعبط. فانا عندي اكسنت صعيدي الابر ايجيبشن اكسنت، وعندنا الكايرون اكسنت، وعندنا الالكسندريان اكسنت. مفيش اي مشكله خالص، ولكن المشكله بتكون في ان انت نطق الكلمه نفسه يكون مش صحيح. فانت تختلف اللهجه بس النطق لازم يكون صحيح ومفهوم. تمام؟ زي ما شفنا كده في كلمه water وكلمه water. طيب درس النهارده او اللايف بتاع النهارده هنتكلم عن pronunciation and accent. خلينا الاول نتعرف يعني ايه اصلا pronunciation. احنا بنقول pronunciation is how we pronounce each syllable of a word which can be accurate or not. يبقى النطق ده هي طريقة نطقك للكلام وللمقاطع بتاع الكلمة، بحيث ان الكلمة دي تكون يعني accurate دقيقة في النطق، تكون صحيحة بدون ما يكون ليها اكسنت معينة. يبقى انا لو لقيت واحد بيقول لي water عادي، هو البرونانسيشن صح، الاكسنت مش كويسة او مش مايلة لحاجة معينة. لذلك انت بتلاقي الانديان اكسنت، بتلاقي الافريكان اكسنت، بتلاقي الاستراليان اكسنت، اليوكيز اكسنت، بتلاقي مش عارف الكوكيني اكسنت. عندنا حاجات كتيره خالص، يعني كل بلد ولها اكسنت، بس مش كل بلد لها برونانسيشن مختلف. تمام كده؟ فاحنا عندنا مثلا الاكسنت دي بقى معناها ايه؟ It's the language rhythm and melody distinguishing regional variations of the same language. يعني انا مثلا عندي مجموعه من الكلمات بتفرق ما بين واحد من الاسكندريه وواحد من القاهره وواحد من الصعيد. زي مثلا لو انا سمعت واحد بيقول يا محمد يا محمد يا محمد، يبقى ده من المنيا. تمام؟ طيب لقيت واحد بيقول له يا واد عمي، يبقى ده من الصعيد من بعد صوته طالع. لقيت واحد بيقول انت يالا، يبقى ده من القاهره. خلاص؟ ولا يبقى ده من وجه بحري من بعد البحيره لحد اسكندريه او دمياط. تمام كده؟ فانا عندي pronunciation نطق معين، وعندي different بقى accents. عندي للنطق ده طرق متعدده بنسميها اللهجات. اللهجه طريقه النطق بنفسها اسمها الاكسنتس. فاحنا عندنا الاثنين دول، ولازم تكون العمليه واضحه بالنسبه لك. طيب تعالوا بقى نمشي مع بعض كده. بما ان انا قلت لك ان عادي يكون اكسنت افريقي، اكسنت هندي، اكسنت مش عارف ايه الكلام ده كله، بس مش عادي ان يكون النطق بتاعك غلط. مش عادي ان يكون النطق بتاعك غلط. فانا من وجهة نظري اللي ممكن طبعا تكون مفتقرة لكثير من الخبرة وكثير من الاشياء،
ان انا شايف ان الايجيبشنز او الايجيبشن بيبل عندهم بعض التشالنجز في النطق، فجمعت النطق ده جمعته في البرزنتيشن اللي قدامك، وهنمشي مع بعض خطوه بخطوه. اول تشالنج او اول تحدي او مشكله بتكون في حرف البي والبي. البي والبي، زي مثلا بلاقي مشكله في كلمه pork وكلمه bork. خلي بالك pork في فرق كبير جدا. زي مثلا تلاقي واحد يقول لك and a lot of people play football in the playground. لا، انت كده نطقك نفسه غلط. ملهاش دعوه بعوجان اللسان زي الامريكان ولا عوجان اللسان زي البريطان لا، انت النطق بتاعك بتاع الحروف نفسها خطأ. فاسمها people، اسمها play، اسمها playground، ما اسمهاش بيبول وبلاي جراوند. تمام؟ وده اول مشكله في النطق بتقابلنا مع الطلبه اللي بيجوا ياخدوا معايا كورسز. تمام؟ حرف الب والب. خلاص؟ فاحنا بنقول بورك. تمام. تاني صوت او تاني حاجه في البرونانسيشن بتكون برضو تشالنج للطلبه، الا وهي حرف الفي والاف او الف والف، اللي هو الفي والاف. زي مثلا ثانك يو فيري ماتش، لا هي اسمها فيري ماتش. فيري دي طبعا مختلفه عن كلمه فيري يعني معديه. يعني very دي يعني so much، يعني something big in amount او big in quality او quantity. تمام كده؟ اما ferry فدي transportation، بتعديك من مكان لمكان تاني. خلاص؟ فتخلي بالك من الف والف، الحاجات دي بتأثر جدا في النطق. طيب ايه تاني؟ برضو silent letters، الحروف الصامتة او الاصوات الصامتة. زي مثلا تلاقي واحد يقول لك كينو على كلمة نو، زي كلمة listen يستمع، زي كلمة honest اللي هو امين او شخص امين. خلاص؟ فتخلي بالك برضو ان ده بيسبب مشكلة او تشالنج او تحدي في ان يكون النطق بتاعك صحيح. يا ريت الناس تكتب لو موافقة معايا ان بيشوفوا ناس بالطريقة دي، يا ريت يكتب كده انا موافق معاك ان في طلبة عندنا او في ناس وهي بتنطق الانجليش بتنطق الانجليش بالعربي. يعني مثلا يقول لك example بارك فيز بارك، او example very مع فيري، او مثلا silent letter كونو وليستن وهونست، او هاور على كلمة اور. فتخلي بالك ان ده ملوش علاقة بالاكسنت، باللكنة بتاعتك، اللكنة لهجتك في الكلام، اللكنة بتاعتك. ده ليه مشكلة كبيرة قوي في البرونانسيشن، في النطق بتاعك. فتخلي بالك من الحتة دي. خلينا نتابع التعليقات كده. اللهم امين يا رب يا مستر عمرو، منك نتعلم يا ريس، ما تحرمش منك. يا ريت الناس كده تكتب كده ايه، هل هو متوافق معايا حتى الان ولا لا؟ تمام؟ فاحنا عندنا دلوقتي حاجات زي مثلا الث sound with the sound. يعني مثلا think thank you، ما ينفعش اقول think وما ينفعش اقول thank you. خلاص؟ لان انت كده بتقول think مش think، وبتقول this مش this man، لا بتقول this man، this homework، this life، this teacher. تمام؟ فاحنا عندنا حاجات كده تظبط للتشالنجز خصوصا مع المصريين في بعض الحروف، لان احنا عندنا الحمد لله اللغه العربيه لسه سليمه برضه غير بلاد تاني. يعني انت لو قارنتنا مثلا بالطالب اللي يجي لي من الامارات او من اليمن او الطالب اللي يجي لي من السعوديه، لا المصريين في حته تانيه خالص، نطقهم افضل بكتير جدا. خلاص؟ فنخلي بالنا يا جماعه من نطق الب والب، الف والف، والسايلنت ليترز والف والذ.
خلي بالك من الحاجات دي. لو انت ما حضرتش معانا الورشه بتاعت يوم الجمعه عن ازاي تفرق ما بين الث والذ، ازاي تفرق ما بين البه والبه، ازاي تفرق ما بين الفه والفه، يبقى فايتك كتير. اسالني عليها في التعليقات ان انا ابعتها لك على اليوتيوب. خلاص تعالوا بقى نخش على حاجه تاني، الورد ستريس. في كلمات كده بتعلي صوتك فيها حبه وتوطي حبه عشان النطق بتاعك يتظبط. على فكره يا جماعه انا ما قلتش الاكسنت تتظبط، اللكنه، انا قلت النطق يتظبط، لان انت لو نطقت غير الطريقه دي هتنطق غلط، هتنطق مش هتعوج لسانك، هتنطق غلط. زي مثلا كلمه فوتو، فوتو ما اسمهاش فوتو، ابعت لي الفوتوز بتاعتك، اسمها فوتو، فوتوز، بتعلي صوتك في ف اديك زي ما انت ما شايف على الشاشه كده. زي كلمه فوتوغرافي، فوتوغرافي، فوتوغرافي. خلي بالك جدا من الانتونيشن بتاعك والورد ستريس، الضغط بتاع الكلمه بيكون فين بالظبط. فاحنا دي معظم التشالنجز او معظم التحديات او المشكلات اللي بتقابل الطلبه بتاعتي لما بيكونوا بياخدوا كورسز معايا. الها والباء، الف والف، السايلنت ليترز، الث والذ، والورد ستريس، امتى تضغط على الكلمه وامتى ما تضغطش على الكلمه. طيب تعالوا مع بعض واحده واحده. انا لو عندي المشاكل دي المفروض اعمل ايه؟ رقم واحد improve your pronunciation. سيبك من الاكسنت دلوقتي، خليك ان انت تظبط البرونانسيشن، النطق. عندك مثلا حاجه اسمها المينيمال بيرز براكتس، ان انت تجيب شويه كلمات الفرق ما بينهم في ايه بقى؟ في الباء والبا. زي مثلا بيت، بيت، فيري، فيري، وتعلي وتوطي وتظبط وتعلي وتوطي وتكرر وتكرر تاني وتكرر تالت وتكرر رابع لحد النطق نفسه ما يتظبط معاك. فلحد ما انت ما تقول كده improve pronunciation، pronunciation، ما تقولش pronunciation. تمام؟ برضو في حاجه جميله قوي انا نفسي بعملها لما بتعلم كلمات جديده، بحطها على مكان اسمه يوجلش، موقع كده اسمه يوجلش عامل زي اليوتيوب بالظبط. بتحط فيه الكلمه يجيبها لك بكل النطق وتسمع اند ريبيت، تعمل حاجه اسمها شادوينج، تسمع وتكرر، تسمع وتكرر. او ان انت تعمل ريكوردنج لنفسك وتشوف انت ظبطت معاك، ظبطت فعلا، ان انت تو ريكورد يور سيلف مثلا كلمات فيها البي وكلمات فيها البي ظبطت معاك ولا لا، كلمات فيها الث والذ هل ظبطت معاك ولا لا، وتسمع لنفسك. او ان انت تعمل تخلي بالك من حاجه اسمها mouth positioning، يعني تصور نفسك وتشوف مكان نطقك للحروف، هل ده تمام ولا مش تمام؟ هل الحروف طالعه من مكانها الصح؟ بتعوج شفايفك شويه، بتفتح بقك شويه، بتخلي شفايفك راوندد مدوره وطالعه لقدام كده ولا لا؟ بتبتسم وانت بتقول الحروف لو كان فيها ابتسامه ولا لا؟ وتظبط الحته دي. برضو من الحاجات ان انت to reduce Arabic influence on English accent، ان انت to slow down، تهدى وانت بتتكلم and articulate clearly، وان انت تنطق بوضوح. انطق بوضوح في الاول. مش هلاقي طالب مثلا يقول لي and I want to drink water. ايوه ايه؟ انا ما سمعتكش، ما فهمتكش. انت عندك fluency بس ما عندكش accuracy، ما عندكش دقة في الكلام. بتنطق سريع، النغمة حلوة بس كلامك غلط. فاهم قصدي؟ برضو من الحاجات ان انت to practice linking words، يعني مثلا ما ينفعش تقول what are you doing، محدش بينطق بالطريقة دي فعلا. انت لو قلتها مش هتطلع من البلد، يعني ابونا وامنا مش كامبريدج ولا اوكسفورد، ولكن يعني النطق الدارج مع الناس what you doing، what you doing، او what are you doing، what are you doing، what are you doing. خلاص؟ فانت هتنطقها what you doing او هتنطقها what are you doing. لكن حته في النص تجود من عندك، انت كده النطق نفسه غلط بعيدا عن اللكنه. برضو ان انت بتميمك النيتيف سبيكرز، يعني ايه؟ يعني بتيميتيت، بتعمل شادوينج، تسمع ممثل بيقول جمله توقف
وتنطقها زيه، وتسمعه يقول جمله توقف وتظبطها زيه، توقف وتعيد تاني، توقف وتعيد تالت، توقف وتسجل لنفسك، توقف وتسمع وتكتب، وهكذا. هي دي الطريقه الوحيده اللي هتظبط معاك البرونانسيشن. حبيبي ربنا يبارك فيك يا رب، ربنا يبارك فيك. ده حاجه كده على السريع، انا مش بعلن عن اللايف، انا بلاقي نفسي الدنيا حلوه بعمل برزنتيشن محضره والدنيا تمام بطلع لايف، مش محدد مواعيد، مش محدد مواعيد. بس انا اوعدك ان هنتكلم في كل حاجه تخص الانجليش والتدريس، وادينا بنتسلى مع بعض. اسم السلسله اسمها خليك مع المتخصص، خليك مع المتخصص. الهاشتاج ده فيه كل اللايفز. ماشي، يبقى احنا قلنا بعض المشكلات اللي هي بتواجه الطلبه او بتواجه المتعلمين اللغه الانجليزيه، وقلنا برضو بعض الحلول، ان انا اسمع واردد، اسمع واسجل لنفسي، اسمع واسجل لنفسي فيديو واشوف بقي رايح فين وجاي منين. خلاص، اجيب مقطع فيديو وافضل اعمل بوز 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 واكرر، اسمع جمله واوقف واكرر، اسمع جمله واوقف واكرر، وهكذا. طيب تعالوا بقى ننتقل من المشكلات اللي هي دي اللي قدامك على الشاشه، والسولوشنز للبروبلمز دي، تمام. وتعالوا نخش على حاجه ثالثه جميله جدا، الا وهي practical activities for daily improvement. البراكتيكال اكتيفيتيز دي يعني انشطه او حاجات ملموسه واقعيه انا نفسي مجربها، جبتها لك النهارده في البرزنتيشن. رقم 1 حاجه اسمها shadowing تكنيك، ان انت تسمع جمل، ما تسمعش كلمه، اسمع جمل واحفظها على بعضيها وكررها، احفظها وكررها. يعني مثلا بدل ما تقول what are you doing، لا احفظها على بعضيها what are you doing او what you doing، وهكذا. بدل ما تقول I go to school in the morning وتحفظها كده متقطعه، لا خليها I go to school in the morning، I go to school in the morning، وتعلي صوتك وتوطي وتعلي وتوطي. انت بتعمل ايه؟ بتعمل شادوينج، بتسمع وتكرر جمل مش كلمات. رقم 2 التانج تويسترز، دي حاجه جميله قوي قوي. يعني مثلا انت عايز تظبط حرف الاس والاس اتش، فانت بتجيب جمله كده تكتبها على جوجل وتقول له اديني عليها تانج تويستر، او على الاي اي ويديني عليها تانج تويستر، تمام. فيجيب لك مثلا جمله زي she sells seashells by the seashore، زي don't trouble if trouble troubles you. تجيب بس الحرف وتكتب الحرف ده تانج تويستر. انت عندك مشكله مثلا في الف حبيبي ربنا يبارك فيك، ماشي زي الفل. انت يا باشا لو عندك اي مشكله اكتب وانا هرد عليك حالا. اي سؤال يا جماعه يخص الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه اكتبه وانا هرد عليك حالا، ماشي. فاحنا وصلنا لحد ايه؟ هحل ازاي المشكلات دي. رقم 1 هعمل شادوينج تكنيك، هسمع جمل واردد جمل. نمبر 2 هعمل حاجه اسمها تانج تويستر، بكتب الصوت اللي فيه مشكله. وبعمل ايه بعديها؟ بيجيب لي جمل قريبه من بعض، الحرف متكرر كتير فانا برددها، مش مهم عندي المعنى، المهم عندي الصوت يطلع صح، تمام. رقم 3 watch English movies with subtitles. يعني ايه الكلام ده يا جدعان؟ يعني ان انا بسمع فيلم وقدامي الكتابه، قدام السبتايتلز او الليركس اللي مكتوبه، فانا بسمع وبشوف وبقول. وده تكنيك عالي خالص، هيظبط معاك الدنيا في النطق. خلاص، يعني انا فاكر وانا بحسن البريتش اكسنت بتاعتي، بما ان انا يعني كنت مسافر كده لفتره من حياتي، فكنت عايز اتاقلم، فبقيت اعمل ايه؟ اشوف الفيديوز بتاعتهم واسمع واشغل اللي هي الكابشنز، واللي هي الكوبي كابشنز اللي هي على اليوتيوب دي، وبقيت اسمع واشوف واقرا في نفس الوقت. فدي طريقه برضو ممتازه جدا جدا. برضو sing English songs، اتعلم لك اغنيه كده فيها ريزم معين او نغمه معينه او برونانسيشن معين، وافضل ردد فيها لحد ما صوتك يتعود على الاستريس
وعلى الانتونيشن. لحد الان يا جماعه احنا اتكلمنا عن الشادوينج، اتكلمنا عن التانج تويستر، اتكلمنا عن ان انت تشاهد فيلم وتكرر معاه، او ان انت تسمع اغنيه. وان كنت ارشح ماهر زين بصراحه اغنيه زي ان شاء الله You'll Find a Way، اغنيه جميله قوي، او حاجه الاديل. بصراحه الواحد بيرتاح يعني لما بيسمعها. حد كده مش هجوص، بتقول اغاني ليها معنى. انا حتى بعمل دروس كامله من الاغاني دي، وان كانت بقى فيها حرمانيه حبه، بس يعني لله الامر. برضو بان احنا بنيوز برونانسيشن ابس زي الاي ال اس اي سبيك، ده حاجه روعه بقى. بص بتعمل ايه، بص كده معايا الابلكيشن اهو، بنطق جمله، لو الجمله دي اللي انا بنطقها فيها غلط بيكتب لي اللي انا بنطقه. فمعنى كده ان انا لو لقيت حاجه غير اللي انا بنطقها معناها ان انا بنطق غلط. وحاجه جميله برضو بعملها، بفتح جوجل وبدل ما اكتب بسمعه صوتي، بقول له ريكورد السيرش اللي انا عايزه. تمام؟ لو انا وداني حته تاني معناها ان انا اللي بنطق غلط. ماشي؟ فاحنا كده عندنا 5 اكتيفيتيز تقدر تظبط معاك النطق جدا جدا. لحد الان يا جماعه احنا اتكلمنا عن البرونانسيشن بروبلمز، اتكلمنا عن السولوشنز او الاكسرسايز اللي انت تتبعه، اتكلمنا عن الاكتيفيتيز اللي انت يجب ان انت تتبعها عشان تحسن البرونانسيشن مش الاكسنت. الاكسنت هتيجي لوحديها، الاكسنت هتيجي لوحديها. تو كونكلود بقى، انا عايزك تفوكس على الكوريكت برونانسيشن مش بس الاكسنت، وان انت تبراكتس ديلي عن طريق الابلكيشن اللي انا وريته لك. وعايز اقول لك لو قعدت تقول انا ممكن انطق غلط، انا ممكن الاكسنت بتاعتي مش كويسه، عمرك ما هتنطق. انطق وسيب اللي يتريق يتريق، وسيب اللي يعمل يعمل، وسيب اللي يقول لك انت بتعوج لسانك، سيبه يقول لك براحتك لحد العمليه ما تظبط معاك. ده الحل الوحيد. we have reached to an end. احنا وصلنا كده لنهايه البرزنتيشن الخفيف النهارده عن البرونانسيشن والاكسنت. يا ريت لو عندك اي سؤال اكتب في الكومنتس. لو عندك اي حاجه محتاجها مني، عايز كتب للاكسنتس او للبرونانسيشن، كلمني على الواتساب ابعت لك كتاب محترم انا شغال منه الكورسات بتاعتي. لو انت نفسك عايز تاخد كورس كامل عن تحسين البرونانسيشن النطق، كلمني برضو على رقم الواتساب وقول لي يا مستر يوسف انا محتاج كذا كذا كذا، وربنا يا رب يكتب الخير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك اللهم واتوب اليك. حبايبي الغاليين، قدامك اهو التعليقات، تقدر تعلق براحتك وانا هرد عليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.